شنو أحوالك لاباس؟ الحمد لله الله يسلمك. الحمد لله. ايش تعمل هنا في تونس؟ والله أنا جاي تونس زيارة لمهرجان أيام قرطاج المسرحية. طبعا أنا هذه أول زيارة لي لتونس. حقيقة عجبني كثير وانبهرت جدا في جمال تونس، في جمال الشعب التونسي ولطافة أهل تونس. شعب مضياف، شعب كريم، الكل يرحب ويهلي فينا. فتونس بلد جميل تستحق الزيارة. أنت منين جيتنا؟ أنا من السعودية. ما شاء الله سعودية مكرمة. ما تعرفي جيت من السعودية لهنا لتونس عجبتك؟ جدا. أنا أقول لك احنا تونس نمشوا للخليج خاطر الخليج متطور ومحلي زاد. أي لا، تونس جمال تونس مش في البنيان ولا في جمال تونس في أهلها، في أهل تونس، في طيبة الناس الموجودة هنا، في شوارعها، في تراثها وتاريخها. تونس بلد عريق، وأي أحد يزور تونس أنا أتوقع أنه أنا مثلا أنا جاي في زيارة للمهرجان وهذه أول زيارة، بس أنه ما راح تكون آخر زيارة، أنا راح أجي مرة واثنين وثلاثة. إن شاء الله مرحبا بك. وكليت ماكلتنا ولا إيه؟ لا والله لحد الآن ما كليتش؟ لحد الآن. ليش؟ لأن إحنا ساكنين بفندق والبرنامج عندنا مزحوم شوي، فبإذن الله أنه تحصل فرصة ونلف في الأسواق وفي المطاعم التونسية ونجرب أكلاتهم. وين مشيت بلايص لتونس؟ والله إلى حد الآن بس مرتبطين بالبرنامج، ما طلعنا أي مكان ثاني. حدنا شارع الحبيب بورقيبة، شارع جميل نابض بالحياة صراحة. هنا تونس شارع حبيب بورقيبة تلقى فيه الناس الكل من الجزائريين الليبية. ما شاء الله شارع جميل وناس جميلة والأجمل في هالمكان أنه أنت كخليجي أو كسعودي مثلا بالتحديد تجي تشعر أن الكل يرحب فيك، ما تحس في أي فوارق رغم المسافات، إلا أنه تبقى القلوب قريبة من بعض، تبقى الروابط اللي بيننا روابط العروبة والدم أصيلة فينا مهما بعدتنا المسافات وبعدتنا سواء سياسة ولا غيرها، احنا نبقى قريبين من بعض. إن شاء الله. أعطينا كلمة للشعب التونسي. والله أنا من هالمكان أشكر الشعب التونسي جزيل الشكر على الحفاوة والترحيب وحسن الاستضافة. كذلك يعني ما أعرف أتكلم تونسي كثير، بس أقول لهم برشا محبة. برشا برشا. يعطيك العافية. شكرا. شكرا لك. ميرسي بوكو عايش.